حليب مكثف 100 جرام. الحليب المكثف للكيتو دايت ولغير كيتو دايت موجود في صندوق الوصف تحت الوصفتين إذا حابين تعملوها بالبيت. كاكاو خام نصف كوب تقريبا 55 جرام، يعني حسب احتياجنا نوضع، ممكن نزود معلقة حسب كثافة الحليب. نحركهم جيد، لو احتاج كاكاو ممكن نضيف له. نعجنه جيد مع بعض، وهيك أصبح جاهز. بنعمله دوائر ونوضعه بالكاكاو الخام. يفضل قبل التقديم نوضعه بالثلاجة، أما هو هيك جاهز للتقديم. وكتير سريع وبسيط. الوصفة اللي بعديها علبة كريمة جوز الهند. إذا عاوزين طريقة الكريمة موجودة تحت في صندوق الوصف. كاكاو خام 3 معالق كبيرة مليانة. قهوة سريع الذوبان نص معلقة صغيرة. وبديل السكر كمية والنوع اختياري. قليل من الفانيلا وبنحرك. بشر برتقال وبنحرك. هيك أصبحت جاهزة. ممكن نضيف لها كريمة جوز الهند اختياري وبشر برتقال أيضا. الوصفة اللي بعديها زبدة الفول السوداني 3 معالق كبيرة 150 جرام. طحينة اللي هو الراشي 2 معلقة طعام 40 جرام. نوضعها بالميكرويف لمدة نص دقيقة تقريبا تسيح. نوضع قليل من الفانيلا وبنحرك. 1 كوب جوز الهند 100 جرام وبنحرك. ممكن نوضع بالكوب أو نوضع بشكل عشوائي، يعني موضوع سهل. وبنوضعها بالفريزر لمدة 2 ساعة قبل التقديم والتخزين بالفريزر أيضا. كتير سهلة وكتير بسيطة، هي سناك كتير روعة. اللي بعديها الشوكولاتة لكل 100 جرام زبدة كاكاو خام معلقة كبيرة أو حسب الرغبة. وبديل السكر النوع والكمية اختياري وقليل من الفانيلا. وبنحركهم مع بعض. نوضع ورق الكيك، ممكن نوضع أي وعاء موجود. موضوع سهل وبسيط. نوضعها بالفريزر 15 دقيقة. وهيك بعد 15 دقيقة نوضع زبدة الفول السوداني ونرجعها للفريزر 15 دقيقة. ونوضع الشوكولاتة اللي عملناها آخر طبقة. نوضعها بالفريزر أيضا لمدة 2 ساعة أقل شيء قبل التقديم. الاحتفاظ التخزين بالفريزر أيضا. هيك أصبحت جاهزة للتقديم. كتير روعة وبسيطة. في أمان الله. شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.